السلام عليكم خوت الحباب ديالي، لاباس عليكم بخير؟ يعني ديروا لايك وبارطاجيو وابوني. شكرا لكم. الجيش المغربي يرد بقوة ويوجه صواريخه نحو عصابة البوليساريو. استهدفت طائرة درون تابعة للقوات المسلحة الملكية عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو جنوب شرق منطقة ميجيكا بالقرب من الحدود الموريتانية. وتؤكد رسائل صوتية حسب موقع يبلد من صحراويين يعيشون في مخيمات تندوف هذا الهجوم، حيث أنه في رسائلهم الصوتية عبر هؤلاء الأشخاص عن أسفهم لفقدان أقاربهم في هذا الهجوم. وفي أعقاب الهجوم أرسلت بعثة المينورسو قوات حفظ السلام إلى عين المكان لالتقاط صور لأهداف العملية الجوية ولتوثيق الحادث وتقديم تقرير شامل حولها. ويذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى جبهة البوليساريو لاستفزاز القوات المغربية ومحاولة خلق حالة من الفوضى على الحدود. وفي سياق متصل، كانت الجبهة الانفصالية قد أطلقت 3 صواريخ على مدينة سمارة، لكن هذه الصواريخ سقطت في منطقة غير مأهولة على بعد 12 كيلومترا من المدينة دون تسجيل إصابات أو أضرار، إذ أن هذه المحاولات المتكررة من قبل البوليساريو لاختراق المنطقة العازلة تشير إلى استراتيجية جديدة تسعى من خلالها إلى اختبار ردود الفعل المغربية والدولية. ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم واحد فقط من تعيين إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو لقادة جدد في مناطقه العسكرية ال6، في خطوة يعتبرها المراقبون محاولة لإعادة تنظيم صفوف الجبهة وتعزيز قدراتها العملياتية. كما أن هذا التغيير في القيادة يشير إلى أن البوليساريو قد تكون في مرحلة إعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية والسياسية في الصراع مع المغرب. ويضع التصعيد الأخير المنطقة أمام تحديات جديدة، حيث تستمر القوات المسلحة الملكية في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي المغربية وضمان سلامة سكانها، واستخدام الطائرات بدون طيار في العمليات العسكرية يمثل تطورا تقنيا مهما يعكس التزام المغرب بتحديث قدراته الدفاعية. وفي المقابل، يعكس تكرار الهجمات من قبل البوليساريو محاولاتها البائسة لإثبات وجودها وتأثيرها على الأرض في ظل العزلة الدولية التي تعاني منها. وهذه التحركات تستدعي ردود فعل حازمة من المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على السلام والأمن. ويذكر أن هذه العمليات العسكرية تأتي في ظل جهود دبلوماسية مكثفة يقودها المغرب لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية وتعزيز علاقاته مع الدول الكبرى لضمان الدعم السياسي والاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة. فبينما تواصل جبهة البوليساريو محاولة زعزعة الاستقرار بدعم من النظام الجزائري، يظل المغرب ملتزما بالدفاع عن سيادته بكل الوسائل المتاحة، مع السعي لتحقيق حل سياسي دائم للصراع في إطار المبادرة الدولية.